بتخيل شعور جماهير ريال مدريد هو مثل اللي عم حسه بالوقت الحالي، انه انت ربحان بس طز. عرفتوا كيف؟ وهذا بمعية مين؟ بمعية الفدان برتبة نضال المستر تشابي الونسو. على شبابنا الشباب، احلى شباب، مراحب. انتهت منذ قليل احداث لعبة الفيشي 7 جوال بالمباراة يلي جمعت بين ريال مدريد واولمبياكوس بدوري ابطال اوروبا بفوز الملوك بنتيجة 4-3. وهيك لازم نقولها بهذا النفس: طز فيك. وبهاي النتيجة أقسم بالله لو ما عنا كيليان مبابي كنا شحدنا. مجرب شي مرة تعيش شيء اسمه شعور الفوز بطعم الخسارة؟ هلا حدا بيطلع بيقول لك شو هالتركيبة هاي، شو هالجملة الحمصية. الحقيقة هذا التوصيف الحرفي اللي كان عم يصير اليوم. انت ربحان 3-1. اللي عم يحضر ريال مدريد عم يقول يا رب يخلص الحكم اللعبة على ال 75. انه حبيب شو بدك، حاضرين خلص صفرنا يا على ال 75 بلا هالربع ساعة. لانه الحقيقه كميه العفس يلي كان عم تصير تقريبا باخر ربع ساعه شيء مذهل. بالعوده الى مجريات المباراه ويلي صار، ريال مدريد اكل جول من الباب. يعني الفريق كان ماشي على نفس السكه اللي كان ماشي عليها قبل. قام قرر جراندايزر الكابتن ماجد المعلم الديك الصياح يلي هو لحد هاللحظه مخلي هذا الزلمه على كرسيته كمدرب. نحن عم نحكي عن كيليان بابي. كيليان بابي اليوم قرر من الدقيقة 22 لل 29 انه تكرم الونسو، انا اليوم رح ساعدك. جاب لك 3 جوال، اقسم بالله مانك طبيعي. جاب لك 3 جوال ونحن تخيل باخر ربع ساعة حاطين ايدنا على قلبنا انه صفر يا حكم، صفر وخلص لنا هاي المهزلة اللي عم نحضرها. اداء الفريق تحسن من بعد تقريبا شي ثلث ساعة. يعني فيك تقول مدريد بلش يفوت على اجواء اللعبة من الجول الاول اللي كان بالدقيقة 22. طبعا اليوم كانت الصناعات مختلفة. أردا جولر مثل العادة بيصنع ومبابي بيسجل، هاي بديهية. بس الجديد اليوم انه كامافينجا صنع ونيلسون مانديلا صنع. تضرب انت وهالصناعات لانك انت ما بتعرف تلعب. هلا حدا بيقول لك كثير عم تجوروا عليه للزلمه. هذا الانسان حاسس حاله انه انا نجم المرحله وانا نجم الكوكب وانا احسن مني لاعب بالكوكب ما في. الحقيقه انت اليوم عملت هالاسيستين وقلت الله يعطيكم العافيه انا بدي اروح على الدار. الفرجه على الفريق بهذا الاداء الحقيقه صارت جدا متعبه. انت ربحان 3-1. شو عم تحاول تعمل؟ تقلنا انه انا ببدل كامافينجا بسيبايوس انه صارت 3 نقاط بالجيبي؟ انت متخيل انه نحن لاخر دقيقة عم نقول كلنا انه رح يجي التعادل، وصار اكثر من 3 فرص وكلهم خطرين، ونحن حاطين ايدنا على قلبنا يا رب مو هي. الحقيقة بلحظة في شعور بيجي اللي عم يحضر انه لا فوت جول اخي. يعني مقهور من جوات قلبي انه لا يفوت جول، فوت الرابع اخي وقلعونا يا بقى. الحقيقة أنت ختمتها بهاي الفترة القصيرة، ختمت كل شيء عمله أنشيلوتي بموسم كامل. تبديل كامافينجا يلي كان عم يأدي كتير كويس بالشوط الأول بكل شيء، كان صلة وصل كتير منيحة بين الدفاع وبين الهجوم، وكان عم يعمل أدوار دفاعية كويسة وعم يعمل صناعة وعم يلعب باصات حلوة. نزلت هذا المعتوه ليش؟ انت شو بدور ببالك؟ في شغلات انا احيانا بحس انه كتير بتحاول تفهم على المدرب شو عم يحاول يفكر بس ما بتلاقي ولا جواب. كلنا مقدرين موضوع الغيابات يلي موجودة بريال مدريد وخصوصي بخط الدفاع. عندك دين هويزن، عندك ميليتاو، عندك روديجر، عندك جارفاخال، يعني بنعد لبكرة الصبح غيابات. بس هذا ما بيبرر حالة الشوارع يلي عم تصير بكل لعبة. لك عمي هاي العالم اللي عم تنطح كيف عم تنطح؟ مهدي طارمي نزل من هون على ظهر تبديل، انصاب اللاعب تبع اولمبياكوس، بدل المدرب نزل شفطك نطحة وقال له للونين نصوره، والحقيقة لونين ولا جول من 3 بيتحمل مسؤوليته. عم يتطلع يعمل هيك يأشر انه انتو شو عم بتعملوا هون؟ انتو جايين كمالة عدد؟ الكل عم يتفرج والكل تارك اللاعب بدون رقابة. جول ايوب الكعبي نفس الشيء اللي اجى الجول الثالث لاولمبياكوس. يعني اليوم كان اداء الدفاع شيء بخجل وبيأسي وبيقرف. عمي كيليان مبابي هون بقى بدنا نفرض له مساحة لهذا الزلمة. تحيات رباعية عمي، تحيات للبطن يلي حملك. شيء ما معقول. اليوم هذا اللاعب هو اللي جاب اللعبة، مشان ما نقعد نفكر ونحلل نقول لا كان عم مدري شو عم يعمل تشابي الونسو تحركات واللعيبه موزعهم صح، ما عرفان شرقه من غربه. اسيستات صح، بكل بساطه كيليان بابي بيخدمك. واليوم كان عم يشتغل بالفكره اللي كنت عم بحكي عليها قبل، موضوع
كسر مصيدة التسلل. كيليان مبابي لاعب قادر يطلع قبل ب3 و4 امتار من اللاعبين اللي هني خط الدفاع بالفريق الخصم ويسبقون كلهم. وهذا اللي شفناه اليوم بكل الاسيستات اللي صارت، وتحديدا باسيست فينيسيوس الاول واسيست كامافينجا يلي كمان بتخيل اجى منه الجول الثالث، لانه جول اردا جولر كان برأسيه، والجول الاخير كان بصناعه من فينيسيوس جونيور من بعد مجهود كتير كويس. بس انت ما بكفي كمان عمي نيلسون مانديلا انك تعمل شغله منيحه باللعبه وتقضي لنا اياها تبع عم انه حكم يا حكم يعني اطردوا اقبروا، انا عم بوقع على الارض. هون دوري ابطال، هون بده ينزل دم لحتى الحكم ينتبه على اللاعب مو على الطلب. القصة مو كل ما رفعت ايدك بده يصفر لك الحكم. اليوم شكرا لكيليان بابي، شكرا لهذا اللاعب اللي هو خرافي، مثال للاجتهاد ومثال للأصرار. والحقيقة حدا كان عم يقول وكتير طلع أخبار بالصحافي إنه هن عاملين معسكر فلان وفلان وعلتان ضد ألونسو. لو كان عامل معسكر اليوم ما بيفنش لك هاي الجوال بهاي الطريقة 4 مرات باللعبة. مبابي خارق شباب، هذا اللاعب هائل. وأكيد أكيد ريال مدريد بالبطولتين اللي عم يلعب فيهم لحد هاللحظة اللي هني دوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وجودهم سواء بالدوري كمرتبة أولى وسواء هاي اللعبة الرابعة يلي بيربحها ريال مدريد وبيحصل 12 نقطة من أصل 5 لعب، هن بفضل هذا الإنسان. بالنهاية تشابي ألونسو دخل بالتشكيلة المتاحة قدامه. تخيلوا أنه اليوم ميندي لعب مباراة عظيمة. فيرلان ميندي اليوم كان عامل مباراة للذكرى. هذا لاعب صار له مو شايف الملعب 9 سنين، طلع من الكهف قالوا له اليوم عندك لعبة بدوري الأبطال. شكرا كتير على هذا الأداء. والحقيقة كان اليوم مأدي أحسن من أهله لترينت أرنولد. انت هون فيك تقول بيريز تكوم، بيريز دفع مصاري فلكي على لاعب بيسوى تنكي مصدي، وما من وراء الإصابة، هو أداء صباط صار له فترة منيحة كمان يعني. فالفكرة بدنا نظبط الأمور، ما بعرف كيف. ما بدنا نذكركم شباب، إذا حبيت الفيديو ارفع على ايدك وطج لي لايكك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لتوصلكم الأخبار بوقتها من الفوتبول جي. إلى أن يحين موعد اللقاءات القادمة والفيديوهات القادمة، ضلوا بألف خير، سلام.